السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستقبل الكرة في كل مكان في العالم بيبقى في الناشئين واللعيبة الصغيرة بتاعته. ليه مصر الناشئين فيها والشباب الصغيرين مش أفضل حاجة يعني، مش أحسن حال. أنت دلوقتي بتشوف لعيبة ما بتعرفش تستلم كورة، ما بتعرفش تجري، ما بتعرفش تاخد أماكن، ما بتعرفش تغير اتجاهاتها. في ناس متعلمة الكورة على ورا بس، في ناس متعلمة الكورة إن الكورة تجيلك اخلص منها. اشمعنى عندنا احنا هنا في مصر؟ وجهة نظري، والله أعلم، ممكن تكون صح ممكن تكون غلط، إن السبب في ده شغل الأكاديميات العشوائي. الأكاديمية أنا أبقى لعيب كورة وأخلص أعتزل، أطلع أفتح أكاديمية. طب الأكاديمية اللي أنا فتحتها دي هل هنقي فيها المواهب بس؟ أكيد طبعا لأ، وإلا هيخسر. بيعمل إيه؟ بيشوف اللي معاه فلوس مين اللي أبوه معاه فلوس، يجيبه من إيده ويخش. السلام عليكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أنا عايز ابني يتعلم كورة. وماله علمهولك؟ طب ابنه ما عندوش خلفية ولا يعرف حاجة غير إن الكورة مدورة بس، وماله يا باشا، علمهولك. يلا خش اجري وسط الولاد والعب، يلا يا حبيبي. طب يا سيدي ده ما بيعرفش يلعب، ما بيعرفش يعمل أي حاجة في الكورة، ما بيعرفش يجري. يا سيدي وماله، أنا عايز الاشتراك بتاعه خلاص. في أكاديميات على قدها اشتراكها 300 جنيه و400 جنيه، وفي اشتراكات يعني على حسب النجم اللي فاتح الأكاديمية مين. لو نجم كبير بيبقى اشتراكه الشهري عالي قوي. لو واحد على قده مش مشهور مغمور، بيعمل اشتراكاته بقى ايه، 200 جنيه 300 جنيه. اهل العيال تيجي تفرح وتلعب، بحيث انها مراجيح. انما المواهب الحقيقيه الناس اللي تستمتع وانت بتلعب كوره، للاسف ما شفناهاش غير في الدورات الرمضانيه. الدورات الرمضانيه، ويعني ومن كرم ربنا علينا ان الناس دي فكرت انها تصور الدورات دي والماتشات دي عشان تظهر لنا قد ايه احنا في عك كروي. والله العظيم في عك كروي. طول ما الكشافه بتاعت زمان كان اسمهم كشافين النوادي، كانوا بينزلوا ويشوفوا يكشفوا يشوفوا مين اللعيب ده في الدوره دي في الدوره دي في الدوره دي، يكشفوا ويجيبوا الموهبه الحقيقيه. عشان كده كان طلع لك كان تريزيجيه ومصطفى عفروتو، وكان طلع شهاب الدين احمد. كان المجموعه دي كانت طلعت مع بعضها كده، غير الجيل اللي قبل منه، متعب واليماني والزان. الناس دي اتنقت على الفرازه وتربت صح وانشأوها صح. انما دلوقتي انا ممكن تخش اكاديميه تلاقي فيها مثلا ولد صغير مثلا وزنه 100 كيلو بيلعب كوره عادي، مفيش مشكله. مش مهم، انا عايز اشتراكي وخلاص. ليه ربيع ياسين في الاهلي كان يعتبر من انجح الناس في الاهلي، بس مجهولين، جندي مجهول. ربيع ياسين كان بينزل يلف يروح اسوان وسوهاج والمنيا، خط الصعيد وخط البحيره والدلتا كان بينقي اللعيبه. انما دلوقتي انا فاتح اكاديميه، اخد اللعيب من ايده، اشوف اي واحد من حبايبي، انا عندي لعيب بيلعب كوره كويس خده معاك في المقاولين. يا سيدي وماله، مجامله. يروح المقاولين وما يظهرش، يتدفن، ممكن بعد كده يتباع لاي فرقه درجه رابعه ولا خمسه ولا حاجه تحت، ولا شوف غيره. والاسم، الاسم ان بعد كده يتقال ان صاحب الاكاديميه ده في واحد من عنده راح المقاولين، تبص تلاقي بقيه الناس تطلع تجري عليه. كل واحد ياخد ابنه في ايده يروح، يقول لك الاكاديميه دي طلعت واحد لبتروجيت، واحد للمقاولين، واحد لانبي، واحد فيهم. ويا سلام بقى لو واحد فيهم مثلا كان خدوا الاهلي ولا الزمالك ولا حاجه، يا الاكاديميه دي تترفع السما، تترفع السما. طول ما شغل الاكاديميات شغال بعشوائيه، واللي بيعرف واللي ما بيعرفش يجي يخش يلا يلعب كره، اهم حاجه يدفع لي الاشتراك، طول ما مش هتلاقي كره في مصر، ولا هتلاقي منتخبات للناشئين في مصر. بس كده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.